نعم، هناك اشتباكات كثيرة محيط باب العزيزية، والاشتباكات تتركز عند جهة منطقة سوق الثلاثاء، حيث يتواجد الثوار تقدموا منذ الصباح باتجاه تلك المنطقة، ونحن في هذه المنطقة تسقط علينا القذائف بين الفينة والأخرى من جهة كتائب القذافي التي تطلق نيران مرفعيتها، يبدو أنها تطلق مدافع الهاون وصواريخ الجراد بشكل عشوائي باتجاه المدينة. وهناك ما يقرب من حتى هذه اللحظة في أحد المستشفيات هناك 8 قتلى من المدنيين وأكثر من 10 جرحى. المهم أن الاشتباكات تتركز في منطقة باب العزيزية. الصورة هذه الناحية التي تشاهدونها الآن، الصورة التي تشاهدونها الآن هي جهة باب العزيزية، والدخان البعيد الذي تشاهدونه هذا الدخان هو داخل منطقة باب العزيزية. وكما قلت سابقا أن الثوار يحيطون من هذه الناحية من جهة الشمال لباب العزيزية من أكثر من جهة. كان ثوار طرابلس وثوار مصرات تقدموا من جهة سوق الثلاثاء، ويفترض أن ثوار الجبل الغربي ثوار الزنتان قد تقدموا من جهة طريق المطار، الذين قدموا خلال اليومين الماضيين من منطقة مدينة العزيزية ووادي الحي، واقتحموا المنطقة الجنوبية لمدينة طرابلس وتقدموا يفترض أنهم من جهة طريق المطار باتجاه منطقة العزيزية. حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نقول أن الثوار قد اقتحموا منطقة باب العزيزية. وآخر المعلومات التي جاءتنا منهم من خط المواجهة الأول تقول أنهم يعدون العداء، ليس لديهم كانت النية في هذه اللحظات الاقتحام، هو الحصار ضرب طوق حول منطقة باب العزيزية، وباستكمال الاستعدادات بانتظار استكمال الاستعدادات ووصول بقايا الثوار ووصول المعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة. ربما خلال ساعة عبد العظيم ربما تبدأ عملية الاقتحام. نعم، الناتو لطالما وجه ضربات لداخل منطقة العزيزية، هل هناك ضربات للناتو اليوم؟ نعم، لم يضرب الناتو حتى هذه اللحظة، لكن المعلومة التي وصلتني الآن أن الثوار قد دخلوا البوابة الأولى لباب العزيزية. الثوار دخلوا في هذه اللحظات البوابة الأولى لباب العزيزية من جهة سوق الثلاثاء. أؤكد أن الثوار دخلوا باب العزيزية البوابة الأولى من جهة باب الثلاثاء ومن جهة سوق الثلاثاء، وهذا الدخان الذي تشاهدونه هو دخان من نفس الجهة، جهة البوابة الأولى لباب العزيزية. المنطقة في تلك المنطقة حيث كما قلت منذ الصباح وهم يحيطون بمنطقة باب العزيزية. هذه المنطقة التي تشاهدونها في هذا الاتجاه، هذا الدخان هو دخان منطقة باب العزيزية، والتي يتواجد فيها ثوار طرابلس، ثوار مدينة مصراتة في تلك المنطقة. والمعلومات التي وصلتني الآن تقول أنهم دخلوا البوابة الأولى، كانوا ينتظرون وصول التعزيزات، والمعلومات كانت تقول أنهم يتريثون في الدخول، لكن ربما حصلت بعض التطورات في تلك المنطقة دعتهم إلى اقتحام منطقة باب العزيزية البوابة الأولى من تلك المنطقة ومن ذلك المحور بالتحديد. عبد العظيم، هل بالإمكان معرفة أنواع الأسلحة المستخدمة في هذه الاشتباكات، خصوصا وأن ذلك يمكن أن يعبر عما تبقى لكتائب القذافي من قوة في طرابلس؟ نعم، لعلك تسمع حسن أصوات الاشتباكات. نحن نسمع قذائف تطلق باتجاه منطقة العزيزية، لعلك تسمع أصوات القذائف وأصوات إطلاق النار في تلك المنطقة. الأسلحة المستخدمة هي أسلحة قذائف الRPG والمينطا، سلاح رئيسي، مضاد للطائرات وسلاح رئيسي وسلاح كثير جدا. شاهدنا اليوم عشرات إن لم تكن مئات السيارات المينطا. الآن في هذه اللحظات أسمع أصوات طائرات المينطا تحلق في الأجواء، وأسمع أكثر من طائرة الآن تحلق في جو في سماء مدينة طرابلس. كنا نسمع هذه الأصوات، أصوات التحليق قبل ساعتين تقريبا من الآن، والآن تجدد الطيران أو في سماء مدينة طرابلس. ولم تقصف طائرات الناتو حتى هذه اللحظة
في مدينة طرابلس لم تقصف، لكن كان يفترض أنها تكون بالتزامن مع دخول أو قبيل دخول الثوار إلى منطقة باب العزيزية، كان يفترض أن يحدث هناك قصف. لكن أكرر أنه ربما حصلت تطورات ميدانية مهمة في منطقة عند البوابة الأولى، بوابة باب العزيزية، وهذا الأمر دعا الثوار إلى الدخول إلى تلك المنطقة، إلى منطقة باب العزيزية. إذن عبد العظيم، دخل الثوار من البوابة الأولى لباب العزيزية. هذه العملية التي يشنها الثوار في هذه الأثناء من يشارك فيها بالتحديد؟ هل هم ثوار طرابلس فقط أم من مختلف المناطق؟ نعم، هو ثوار مدينة طرابلس وهم من انتفض أولا، ثم التحق بهم قبل نحو يومين ثوار مدينة لواء طرابلس والقيادة العسكرية لمدينة طرابلس التي كانت تتمركز في منطقة الجبل الغربي. بالأمس وصل ثوار مدينة مصراتة، ووصل بالتزامن معهم ثوار الزنتان وثوار الجبل الغربي، القوة الضاربة لثوار ليبيا، القوة الكبيرة والأسلحة الكبيرة التي يتمتع بها ثوار الجبل الغربي وتحديدا ثوار مدينة الزنتان، وصلت بالأمس. وكذلك الطلائع ثوار مدينة مصراتة اخترقوا الجهة الشرقية لمدينة طرابلس ودخلوا من ذلك المكان، ووصلوا من ناحية مدينة تاجوراء، ثم وصولا إلى سوق الجمعة، ثم وصولا إلى ميدان الشهداء الساحة الخضراء سابقا. واليوم في الصباح حصل التجمع لجميع هذه القوات في منطقة ساحة الشهداء، وتقدموا باتجاهين، باتجاه منطقة باب العزيزية، باتجاه محور سوق الثلاثاء، وباتجاه طريق المطار. الاختراق الذي حصل الآن، المعلومات تقول أن الاختراق الذي حصل الآن هو باتجاه من منطقة سوق الثلاثاء. البوابة الأولى تداعت أمام الثوار وتقدموا باتجاه منطقة باب العزيزية. نحن نسمع أصوات الاشتباكات بوضوح إن كنتم تسمعون، وكنا نسمع أصوات قذائف الهاون، وكما قلت كتائب القذافي في الصباح كانت تطلق رشقات من قذائف الهاون باتجاه العاصمة، باتجاه الأحياء السكنية، ولكن هذه الرشقات كانت رشقات متقطعة أصابت بعض الأبنية. البريد أصيب والنيران أحرقت التي وصلت هي في منطقة البريد أحرق، وبعض البنايات أيضا أحرقت واحترقت. وكما قلت قبل قليل هناك في مستشفى واحد كما أخبرنا 8 من أهالي مدينة طرابلس قتلوا، وأكثر من 10 من المصابين. لكن في منطقة شارع الزاوية والشوارع القريبة من سوق الثلاثاء ربما هناك حصلت اشتباكات أكثر، وهناك سقطت كما قيل قذائف أكثر، ويبدو أن الاشتباكات تتركز في تلك المنطقة، هذه المنطقة التي هي أمامنا، التي نعم. أقف أمامها في الصورة خلفي.